المصالحات التابعة لها. نجحت اللجنة في إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بمركز طمية بالفيوم، وذلك تحت إشراف عام من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، واللواء عبد الله فليفة الحكم دار المحافظة، واللواء محمد العربي مدير المباحث الجنائية بالفيوم، والعميد محمد زيدان مأمور مركز طمية، والمقدم محمد عشري رئيس مباحث المركز. بدأت الجلسة بالسلام الوطني ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم، تلاها كلمة من الشيخ خالد القيسي أمين عام لجنة المصالحات العرفية بالفيوم عن أهمية التصالح ودوره في استقرار المجتمع. نعلم جميعا أن الصلح ده من السلوكيات اللي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم. أنا يمكن لي وجهة نظر في أعضاء لجان المصالحات في محافظة الفيوم، إن هم أعضاء فعلا ربنا رزقهم الإخلاص، لهم قبول لدى جميع الناس. لما بنروح مكان بنلاقي قبول بشكل غير عادي، مع العمدة خاطر، العمدة أبو طالب، الشيخ خالد القيسي، أسماء لها قيمتها فعلا. طب حضرتك ازاي بقى المواطن يلجأ إليكم؟ بيلجأ لأن الباب مفتوح. بنقول إن لجنة المصالحات في الأزهر اللي بيترأسها الأزهر الشريف أو بيترأسها معالي الأستاذ الدكتور وكيل الأزهر السابق دكتور عباس شومان برعاية كاملة من فضيلة الإمام. ده طبعا بنقول الباب مفتوح في المنطقة الأزهرية في الوعظ، لأن فيه يعني توافق بين المنطقة الأزهرية والوعظ ولجنة المصالحات والسادة العمد اللي لهم باح كبير في المصالحات في الفيوم. بصراحة لهم قبول. 16 بين 2 سواقين في حدائق الأهرام، كانت الخناقه بينهم على اولويه او الاسبقيه في ركوب الناس او الركاب. حصل خلاف بينهم، اتخانقوا مع بعض، زهقت روح احد الناس منهم، وتدخلنا بفضل من رب العباد لجنه التحكيم والازهر، وعم الشيخ محمود حسنين وكيل وزاره الازهر، وعم الشيخ خالد القيسي رئيس لجنه مصالحات الازهر، ولجنه المصالحات بلجنه القبائل العربيه اكتر من مره لغايه ما توصلنا بينهم. استغرق قد ايه الصلح بقى في الموضوع؟ ما يعني صحيح يعني ما خدش اكتر من 3-4 اشهر. عائلتين استجابوا لامر الله سبحانه وتعالى وغلبوا شرع الله سبحانه وتعالى على ما سواه. بنشكرهم، وانا بلغت تحيات مولانا فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب للعائلتين ولمحافظ الفيوم ومدير أمن الفيوم، وكذلك تحيات وشكر الدكتور عباس شومان رئيس اللجنة العليا للمصالحات. واحنا بنشكر رجال الامن اللي هم المظله اللي بنستظل بيها في كل وقت وحين، واحنا يعني بنحتفل باعياد الشرطه في هذا الشهر من كل عام. يعني الشرطه هنا في الفيوم يمكن حوالي 7 حوادث قتل تم فض النزاع فيهم في خلال شهر ونص نهايه السنه اللي فاتت دي. تم الانتهاء من بين خصومه اولاد العم ابو بصير بقريه الغرق بحري مركز شرطه اقصى، وتم هذا الخلاف الحمد لله بتوفيق. بقاله سنوات طبعا، بقاله يعني خلاف بقاله كتير، مش قليل، مش كتير يعني. وقد تعهد الطرفان على تنفيذ الحكم الصادر من لجنة التحكيم دون رفض أو اعتراض أو نقد.